بيقول لك مصر ما فيهاش الا 3 محترفين، اصل ما عندناش غيرهم. تعالى وانا اقول لك مصر عندها كام محترف شاب. الدوري الالماني بلال عطيه 18 سنه وبيلعب في شتوتجارت الالماني. عمر عبد المجيد 20 سنه وبيلعب في هامبورج الالماني. سليم طلب 19 سنه وبيلعب في هرتا برلين الالماني. اصل ما عندناش. محمد طلبه 21 سنه وبيلعب في بوخم الالماني. اصل ما عندناش. وعندنا كمان لعيبه مميزه بتلعب في الدوري الانجليزي. والله بتلعب في الدوري الانجليزي تحت السن. كريم احمد 18 سنه وبيلعب في ليفربول. كاميرون اسماعيل 19 سنه وبيلعب في ارسنال. اصل احنا ما عندناش محترفين. عمر خضر 19 سنه وبيلعب في استون فيلا. كريم حسن 17 سنه وبيلعب في سوانزو سيتي الانجليزي. يونس ابراهيم 18 سنه وبيلعب في برايتون الانجليزي. ده غير رايان ابو الناي اللي بيلعب في رديف باريس سان جيرمان يا زميلي الكروي. اصل ما عندناش. سيف كوستا 17 سنه وبيلعب في بورتو البرتغالي. امير ابو العز 17 سنه وبيلعب في موانزو الايطالي. هيثم حسن 23 سنه وبيلعب في ريال افيدو الاسباني. زياد فتحي 18 سنه وبيلعب في سيلتا فيجو الاسباني. بس احنا عندنا منتخب محليين ما فيهوش الا 2 محترفين وربع. اصل ما عندناش. الشباب دي هتاخد وقتها امتى؟ الشباب دي هتاخد فرصتها امتى؟ باللي انا قلته لك ده كله عندك فرصة ان انت تبني جيل مرعب الفترة اللي جاية. بس للأسف عندنا الشباب ما بتاخدش فرصة.